شباب اليوم بسوي لكم صوص بافالو مع الوينجز بافالو، وما نحكي زيادة، يلا نبلش الآن. المكونات عندنا قناة الوينجز والزبدة والبهارات والنشا، وتعرفون الباقي، تابعوا خطوة خطوة وتوكلنا على الله. السلام عليكم شباب، معكم شيف يوسف، أهلا وسهلا بكم على قناتي. كل أسبوع تابعوني على وصفات جديد وتطورات جديد. نبدأ الآن على بافالو وينجز، هو الأساسي عندنا القناة، بس أنا اخترت نوعين، واحد نوع الوينجز نفسها والبقج، طبعا البقج باللغة التركية دبروا ما بعرف ايش يسموها، الدبوسة والدباسة هاي نفكها، حنوريكم مع بعض نمشي نفكها عشان الديكوريشن وينطبخ بسرعة أحسن. يلا شباب نبدأ نفشخ الدبابيس مع بعض بهاي الطريقة. تاخذون على السكينة على الحادة وتمسكون بهاي الطريقة، ها واحدة وهاي اثنين وهاي ثلاثة بهاي الطريقة. هاي الطريقة بيكون الزيت وقت المارينيت الخلطات كلها بيخش بيستوي أسرع وأحسن. واحد شباب، بعد ما فتحنا الدجاج الدبابيس القناة، ونضيف تلقائيا 150 جرام حليب و150 ماء من المخلل، بيكون أي واحد ما بيختلف. نحركها ونخليه مارينيد لمدة ساعة. المخلل بيسوي الطراء والحليب بيجيب الطعم، بهاي الحالة بيزبط. هاي نخليها ساعة المارينيد. يلا شباب، بعد ما حطينا الدجاج مارينيد لمدة ساعة نبدأ على الصوص، والآن على النشا. هذا هو يكون القرمشة الأساسية اللي بيبدأ نحط 400 جرام حسب، احط 400 جرام او نص كيلو، بس استخدمها المرة الجاية ما بيأثر عليا. كل واحد بيشوف قدره، صحنه، ميزانيته، مو شغلي بكيفك. نضيف شوية رشة بهار أسود أو فلفل أسود. عندنا ثوم بودرة مع البصل، وعندنا فلفل أبيض، بهار أبيض. كذا عندنا جاهز الأمور. نخلطها خلطة بهاي الحركة، لا تخبصوا كثير، يطلع فوق بس كفاية كذا. يلا شباب نبدأ على الصوص. طبعا الصوص البافالو بينطبخ ما بينعمل خارج. يلا شباب نضيف 150 جرام زبدة. شباب بعد ما يذوب الزبدة على طول تلقائيا نبدأ نحط الصوص. الصوص عندي صوص حاد، لكن انتو يمديكم تغيروه على صوص عادي او صوص الحاد العادي. هاي الصوص عندي اسمه اكس، هاي فقط بتحصلوه بامريكا، عندي كمية قليل. هاي حار جدا، انا احطها كمية اقل لانه انا بمشي على نظامي، كل واحد حر، هو حر. شباب هاي نضيف 1 ملعقة لانه حار كتير بيكفي. هاي حار كمان، 1 الملعقة بيموت الواحد، بس انا ابغى اموت. شباب نضيف البهارات ورا بعض، بصل، ثوم بودرة، فلفل أبيض، ونحط قليل من السكر عشان يكسر الحرارة. ونضيف شوية ريتشر، الفلفل الأسود اختياري ترى، لا تحطوا لا تموتوا. خل أبيض، نرش رشة صغيرة ليمون، هذا اللي أبغاه، هذا هو القوام، هذا هو. شباب بعد ما حطينا المارينيد مدة ساعة نشيلها، نحاول نصفي قليل، يعني أنا أعرف أحط بالمصفاية بس ما يحتاج، أنا أبغى شوي يكون فيها سوائل. وعلى طول حطيناه ونعطيها دعكة ميكس. شباب لا تنسوا هاي المنطقة اللي فشخناها لازم تحطوا نشا أكيد. شايفين كيف خفيف مرتاح؟ 1 2 وهي الدبوسة بهاي الطريقة، يعني استواء جاهز، بس انا بخليه شوي اكثر عشان يتجمر. بعد ما جاهز بهاي الطريقة، هاي الشكل بهاي اللون، على طول على الصوص بافالو حار والصوص يكون حار. هاي شباب زي ما وضحناك بهاي الطريقة نعطيه حركة، بنقلبها ويمسك الصوص بيشربها ويعشقها عشق. بعد ما جهزنا الطبق نضيف شوية ديكوريشن سمسم، أي اختياري طبعا، لا تكتروها. هذا هو الرش الخفيف، البصل أخضر. أخيرا شباب جهز الصوص البافالو وينجز، هذا هو الطريقة الأصلي، بهاي الطريقة بهاي الجمال وهاي الدبابيس قاعد يضحك. الوينجز جاهز، وما ننسى جهزت لتخفيف الحرارة عشان ما تتولع. هاي هو الصوص عندكم من السوزما ياغورت اللي هو المصفى او الكريك. وريحة الزبدة مع الصوص الحاد بيجنن بيجنن بيجنن.
صراحة دمار. طعم الزبدة والكريسبي. الحرارة بدي اوف. خليه ما بيصير. الحرارة بدي لازم يكون وحدة مساعد يعني اطفايا. يلا نجرب الدبوس ده. هاي اللي عجبني صراحة. اشوف صدقوا بالله صراحة عجبني. أنا شيء اللي بيعجبني أقول الصراحة يعجبني. طيب شباب نختم ولا ناكل؟ يلا نختمها. جربوها. لا تنسوا اللايك والكومنت والتعليقات. معكم شيف يوسف. طبعا لا تنسوا الاشتراك على قناتي اليوتيوب والتيك توك والسوشيال ميديا. وأشوفكم بالخير ودمتم سالمين في أمان الله. لذيذ.